زي ما المجتمع اللي احنا عايشين فيه سرعه، والسوشيال ميديا سهلت للولاد حاجات كتير، زي ما صعبت منطقه مش سهله ابدا، وهي منطقه ان الصوره بتاعتنا ظاهره 24 ساعه على الملأ. كل الناس شايفاني، كل الناس بص عليا، فده حط الاهالي في ضغط من نوع تاني مختلف، ان هم بقوا خايفين من صورتهم تتهز قصاد العالم الخارجي. من قلبي بقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا تقفلوا شويه على موضوع الصور اللي بتنزل كتير على السوشيال ميديا، وحياتنا المفتوحه زياده على السوشيال ميديا. مش من مصلحه حد، مش من مصلحه حد يبقى مطلع على حياتنا بهذه الصوره. حتى لو ولادنا بيعملوا ده ماشي، خليهم هم برحلتهم، هم بطريقتهم هم. انا مش معترضه على الشباب الكتير اللي بيعملوا دلوقتي سواء تيك توكات او بيعملوا باي حاجه، هم بيفرغوا الطاقات اللي جواهم بصور مختلفه. فالمهم عندي بس ان مهما كان ابني بيعمل ايه، اولادي بيعملوا ايه، نحتويهم. افرغ الاول مشاعر الغضب اللي جوايا، اعترف بيها، ابدا اطلق السؤال ايه المساعده اللي انا محتاجاها، اقدر اجيبها ازاي علشان تنفتح ليا. وانا بعمل ده انا فكره عادي ممكن جدا اقول على فكره هو انا متضايقه من السلوك ده، انا متضايقه منه، بس انت ابني حبيبي، انت بنتي، مهما عملت ومهما عملتي بحبك. واطمنهم ان حبهم ده غير مشروط بافعال لازم يعملوها. لان طول ما انا لو نجحت هكافئك، لو نجحت انا هحبك اكتر، لو عملت كذا لا انا هبقى زعلانه جدا، لو عملت كذا انت هتتعاقب بالطريقه الفلانيه. طب ايه رايكم لو نغير بقى الاسلوب ده شويه، لان الولاد اجهدوا منه ما عادش فارق معاهم بقى. انا بقولها لكم على بلاطه، انا بيجي لي اولاد كتير على فكره، شباب واولاد من اول 14 سنه و12 سنه بيجوا لي وبتعامل معاهم، الولاد مش فارق معاهم اللي احنا بنعمله، هما بيسيبنا نعمله عشان يرتاحوا يعني. اوكي خلاص فشيتوا غضبكم فشوا براحتكم، عاقبونا عاقبونا مفيش مشكله هنتصرف برضو. طب مين المستفيد؟